اهلا بيكم حبايبي. سؤال النهارده بقى، تتبيله البانيه بتفك من ناس كتير في الزيت، لما يجوا يحمروا البانيه بيفك منهم، وبرده البفتيك. اول حاجه في البانيه، يعني اي حاجه هنعملها بالبيض والبقسماط، لازم ما نحطش في التتبيله زيت ولا نحط تفل بصل. نحط ميه بصل اوكي، نحط بصل بودر اوكي، لكن ما نحطش البصل كامل على بعضه. وما نحطش زيت، لان الزيت بيساعد على ان الطبقه بتاعت البقسماط والدقيق ما تلزقش في البانيه كويس قوي، في الفراخ او في البفتيك. طيب نعمل ايه؟ واهم حاجه كمان هقول لكم برده عليها تركه حلوه قوي، ان احنا بعد ما بنحط البانيه او البفتيك في البقسماط ندخله التلاجة نص ساعه قبل التحمير، او في الفريزر شويه 10 دقايق ربع ساعه كده في الفريزر، او نص ساعه في التلاجة. الموضوع ده بيساعد قوي ان البقسماط ما يقعش من على البانيه ويوسخ الزيت، والزيت يتحرق بسرعه معانا. وكمان هقول لكم تتبيله حلوه قوي للبانيه وسريعه جدا ومنجزه، هقول لكم عليها. انا بجيب البيضه بحطها في طبق واحط عليها الملح والفلفل الاسود، ولو عندي مستردة بحط، ما عنديش بحط ليمون وتوم باودر وبصل باودر، بس كده. وبقلبهم في بعض كويس قوي، وبحط وعلبه زبادي لو موجود عندي علبه زبادي، بيخلي برده الانسجه بتاعه البانيه حلوه قوي وطريه كده وجوسي. وبحط فيها البانيه واتبل كويس قوي، وبعدين بقوم مطلعه قطعه البانيه على البقسماط اللي مخلوط بشويه دقيق. بجيب حبه بقسماط اخلطهم بالدقيق، ولو عايزه تنكهي البقسماط والدقيق مفيش مشكله برده، بشويه توابل كده وتوم بودره بصل بودره مش هيقول لا. وبحط البانيه فيه وطبعا اضغط عليه كويس عشان يثبت عليه الطبقه بتاعه البقسماط، ودخله التلاجة نص ساعه، وبعدين نحمره وبالهنا والشفا. وكمان لو عايزه طعم حلو ومميز، حمري البانيه في زيت مع معلقتين زبده، وشوفي النتيجه هتبقى عامله ازاي. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير.